النهارده مش هتشيلي هم اعملي الفطير المشلتت. يعني بعد الفيديو ده هتقومي على طول هتعملي الفطير المشلتت من اول مره هينجح معاك. عايزه اقول لك بقى طري مورق بجد بقى خرافه. هقول لك على تكات وتفاصيل الفطير، وبصراحه هيطلع معاكي من اول مره، مش هيخيب معاكي من اول مره هينجح. واستحاله ان انت تقولي مش هعرف اعمل فطير تاني. الناس اللي بتبقى عندها مشاكل في اعمال الفطير بجد هنعمله بتكات وتفاصيل هيطلع معاكي من اول مره ناجح. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناه، ويا ريت تفعلي زر الجرس على الكل، ويا ريت بقى يا ست الكل ما تبخليش عليا باللايك. اهم حاجه اللايك يا جماعه عشان هو اللي بيرفع الفيديو. معايا دقيق ومعلقه ملح، اكتر من كده مفيش. انا بستخدم دقيق ايه؟ بستخدم دقيق كوثر. انا بحب اعمل فطير بدقيق كوثر. ومعلقه ملح، وببتدي بميه دافيه كده من الحنفيه عاديه، وابتدي اعجن الدقيق. هبتدي ملهيش مقدار، لان انا كل ما تعوز مني ميه ببتدي ازود لها بالميه. انا معايا حوالي 2 كيلو من الدقيق. دايما المقدار ده بيعمل معايا اكتر من 5 اقراص من الفطير او 6 اقراص. وكمان هقول لك ازاي نسويه عشان ما ينشفش معاكي ويبقى مورق ورقه بورقتها. هقول لك النهارده على تكات وتفاصيل للفطير، سر نجاح الفطير بقى المورق من جوه ده الفلاح على اصوله. هبتدي اعجن كده واتحكم في العجين كويس، وكل ما تعجني فيها كويس وتلوكيها زي ما بيقولوا كده، تعجنيها كده وتطلعي كل غليلك فيها، هتنجح معاكي. سر نجاح العجينه ان انت تعجنيها كويس جدا في القرص، في اي معجونات تعجنيها كويس جدا لحد ما تتمسك معاك وتبقى مرنه زي ما انت شايفه كده، وتعرفي تمسكيها في ايدك تبقى كده خلاص. الفطير برضو من اساس النجاح في الفطير ان انت تسيبيه يرتاح بين كل حاجه وحاجه، تسيبيه يرتاح. دي اول خطوه في نجاح الفطير، ان انت تسيبي كل حاجه ترتاح معاكي. تقطعيه، تعجنيه، تعمليه قرص كده صغنطوطه كده، يعني تقطعيه كور صغيره كده، كل كوره تكون قد بعضها. صدقيني بعد الفيديو ده مفيش مشكله بالنسبه للفطير خالص، وهتعمليه معاكي ومن اول مره ان شاء الله هتطلعيه تحفه. بس يا ريت لما يطلع معاكي كويس ما تنسينيش تعليق حلو منك كده، ويا ريت تقولي لي انت بتابعيني من انهي بلد عشان ارحب بيكي. وكل الناس الحلوه والحبايب الحلوه اللي انت بتبعت لي كلام جميل كده يفرحني، ما تحرمش من كلامكم الجميل واللايكات الحلوه اللي انتوا بتعملوها لي. ويا جماعه انا بتعب في الفيديوهات دي، فانتوا يا ريت تقدروني وتعملوا لايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. يعني ما تستخسريش فيا اللايك كده، تبخلي عليا باللايك. انا معايا بقى دي وش اللبن وزبده. انا بستخدم زبده ايه؟ بستخدم زبده فري ممتازه في عمل الفطير، وبتبقى مخليه مورق من جوه وحلو جدا. عايزه بقى قشطه فلاحي، زبده مفيش مشكله، او سمنه او زيت، بس يعني يستحسن بلاش زيت. يعني ممكن تخلطي السمنه بالزيت، بلاش زيت كامل دي عشان يبقى له ريحه وطعم. احنا بنسميه فطير مشلتت بسبب ان احنا بنعمله بالفطير الفلاحي بقى بالقشطه الفلاحه كده. هبتدي بقى اخد كوره وزي ما انت شايفه كده، وابتدي افردها كده بالزيت، ببل ايدي زيت كده وابتدي افردها، وادهن برده الرخامه زيت زي ما انت شايفه كده. اجيب سكينه واقطعها شرايح كده من بعيد. مش هتعرفي تعملي بقى الحركه اللي انا اعملها دي. هاتي غطا حله وحطي الغطا في النص، غطا صغير، وابتدي اقطعها من الطروف لبره كده زي ما انت شايفه كده بالظبط. تدهني بقى، اهم حاجه بقى ان انت تدهني بين كل ورقه ورقه عشان ما تعجنش معاكي. يعني كل الطبقات تبقى كلها مدهونه عشان ما تعملش معاكي وتلزق معاكي وما تبقاش مورق من جوه. خلاص احنا عملنا اول كوره اهي. عايزه اقول لك هنعمل تاني كوره نفس النظام برضو. هنشوف دلوقتي. ابتديت تفردها بقى بالزيت زي ما انت شايفه، مش هتلزق معاك خالص. والعجين لما سايباه مرتاح هيبتدي يفرد معاكي بكل سهوله. يعني لما بتسيب العجين يرتاح بتفرديه بكل سهوله. لو انت ما سبتوش يرتاح هتصعب عليك شويه في الفرد. نفس اللي عملناه في الخطوه الاولانيه او في الفطيره الاولانيه. ابتدي بقى اخد الكره الاولانيه اللي احنا عملناها، وفي قلب الكره التانية دي او في قلب الفطيره اللي احنا فردناها، وهبتدي احطها. ابتديت بقى خلاص دي اخر حاجه معايا، وابتدي اجيب بقى صينيه وادهنها برده زيت كده عشان ما تلزقش مني، وابتدي اريح الكميه اللي انا عملتها. دي اخر واحده، واوريكم اخر واحده برده عشان خاطر يعني من اول واحده وتاني واحده وتالت واحده عشان تعرفوا تعملوه بالظبط زيي، واحده واحده كده مع بعض. دي اخر واحده، وابتدي اقطعها من الطروف. ولو انت حابه عندك صينيه صغنطوطه ممكن تحطها في النص، او غطا حله كده تغطيه في النص، وتبتدي تقطعي من الغطا كده لبره، او من الطرف كده تقوم مدخله على الغطا، هيقطع لك المنظر اللي انت شفتيه ده. يعني تسيبي جزء كده من جوه عشان تبتدي تقلبي عليه الجزء اللي احنا هنعمله. يعني بشرحها كده زي مثلثات كده، وابتديت بقى ايه ادهن بين كل طبقه كده عشان ما تلزقش، وادخل فيها الجزء اللي احنا عملناه. بين كل كره وكره بدخل الجزء اللي احنا عملناه في النص، وابتدي اقفل عليه زي ما انت شايفه كده. انا خلاص خلصت معايا اخر واحده اهي، وهجيب صينيه صغيره واعمل كل الكميه اللي معايا، وابتدي اسيبها ترتاح برده. اهم حاجه في الفطير يا جماعه ان انت تسيبي الفطير يرتاح. اهم حاجه في نجاح الفطير ان انت بين كل حاجه وتسيبيه يرتاح عشان تيجي تفرديه يبقى سهل معاكي جدا
عايزه اقول لك انك بتسيبي الحاجه ترتاح بتبقى سهله معاكي ان انت تفرديها بسرعه. خلاص انا سبتهم يرتاحوا خالص كده، وابتدي اجيب صواني وابتدي بقى ايه احط كل واحده في صينيه واسيبها برده ترتاح شويه عشان اقدر ابططها بكل سهوله. بسخن الفرن على نار متوسطه جدا، يعني مش عاليه قوي مش واطيه قوي. لو خليت النار واطيه هاديه هتكون معاكي منشف الفطير، ولو عليتيه هيتحرق كده ويتسلق، يعني السلق يبقى من جوه كده مش مستوي ومن بره يبقى محمر. خلي النار متوسطه يعني، ولا عاليه قوي في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز بقى بتبقى النار من تحت على 180، وبعد ما يحمر من تحت تقوم محمره وش من فوق. فرن الغاز بقى بيختلف، تولع النارين من على الجنبين ومن تحت على نار متوسطه، يعني مش هاديه قوي، تكون النار متوسطه. خلاص انا سبتهم اهم في الصواني، ابتديت بس اجيب واحده صينيه وابتدي ابططها كده، هتبطط معايا بكل سهوله. زي ما انت شايفه كده حاجه كده يعني سهله جدا ان انت تعمليها بايدك. وكمان اكون مسخنه الفرن قبلها، قبل ما احط الصواني دي اكون مسخنه الفرن، مسخنه الفرن الغاز. الفطير يستحسن يتعمل في فرن الغاز، بيبقى حلو جدا وتسويته بتطلع حلوه. خلاص انا كده ريحتهم كلهم اهم. هسيبها برضو ترتاح حوالي 5 دقايق قبل ما ادخلهم الفرن، يكون الفرن سخن. ابتديت بقى اخد صينيه كده وابططها بصابع كده الاربعه كده، وافضل انزل عليها كده ما اضغطش من النص وبعد كده من الطروف. ابتدي بقى اريحها كده بايدي لحد ما الفرن يسخن معايا، يكون هي ارتاحت خالص الفطير في الصواني. شايفين شكله تحفه، يعني هو شكله تحفه وريحته جنان، لان معمول بقشطه ووش لبن. لو انت ما عندكش قشطه ممكن تستغنى عن القشطه تعمليه بوش لبن، وتبتدي بقى تدهني وشه بالزبده البقري او الزبده الفلاحي او الزبده الفري، اي نوع عندك تدهني بيه وشه كده عشان يطلع من الفرن كده احمر وحلو. هوريكم برضو الفطير في الفرن قبل ما اسويه، يعني قبل ما اطلعه لكم خالص انا هوريكم برضو وانا بسويه كده في الفرن، واوريكم النار على ايه، يعني النار تكون معتدله. عايزه اقول لك بجد سهل، طريقته سهله جدا ومبسطه جدا. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك. هوريكم بقى الفطير في الفرن. النار زي ما انت شايفه كده النار متوسطه جدا من تحت ومن فوق، زي ما انت شايفين المنظر ده. هي ده النار، مش نار عاليه قوي ولا النار واطيه قوي عشان ما ينشفش معاكي. هيطلع بقى بالمنظر التحفه اللي انت شايفاه ده. وبجد فطير يعني بألف هنا وشفا. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات لما الفطير يطلع معاكم بالطريقه الحلوه دي.